الحادثة كانت حادثة صعبة جدا. الحقيقي في هذا الموضوع انها فعلا عربية، فعلا سيارة، فاهم ازاي؟ وفعلا اتقلبت كذا مرة، وفعلا كانت حادثة بشعة. ظهري اتكسر، العمود الفقري، الحوض اتكسر، العصب رجلي اليمين اتقطع، العظم دخل في النخاع الشوكي، رحت ضيعت يعني. والدكتور محمد الغوابي اصروا ان انا اعمل عملية واحتمال يكون في امل. انا قلت اذا كده كده نايمة وكده كده مش هقعد وكده كده مش هقف، طب واي نوت ما اعمل عملية حتى لو فيها 1% عمل. سافرت على باريس لانها كانت اقرب بلد، وبدأوا ياخدوا ديسيجن انهي اقرب بلد، المانيا ولا امريكا ولا باريس. ورحت على باريس للدكتور رواكمي، كتبوا لي على اقرار ان انا موافقه ان اعمل عمليه رغم ان عارفه انه مفيش امل اني اقف. ودخل العمليه دكتور سمير الملا كدكتور مصري رقيب على العمليه، ودكتور الماني دخل. والعمليه اخذت تقريبا 9 ساعات ونص. ودخلت بعد كده على الانعاش يومين، وقعدت 6 اشهر بالحزام، وتعبت جدا.